السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توحشكم حبايبي ومتابعيني الأوفياء طول فترة غيابي. رجعت لكم وبصح ما جيتش ويديا فارغين، جبت لكم معايا واحد الوصفة هبال في البنة في الشكل ومام طريقة راح تكون سهلة. المكونات كما عودتكم ديما بسيطة، وزيد أيضا راح تحتاجوها بزاف بمناسبة يعني حلول فصل المناسبات والأفراح والأعراس، يعني هذا الفصل هذا كامل يعني أيام حلوة إن شاء الله يحل أيامكم. وصفة اليوم احنا نحتاجكم تهجموا عليها بليجام والبارطاج، لأنه كل وحدة تبعثوها لها راح تشبعكم دعاوي تاع الخير. معليش حطوا جام وش تخموا فيه من راح تبارطاجوا هذه الوصفة، وجيبوا ورقة وستيلو ندخل مباشرة في الوصفة والمقادير. ولكن قبل ما ندخلوا ما ننساوش نصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه حنبداو بها هي الحشوه انا درت رطل تاع لوز مرحي ونص رطل تاع جوز. انت ديري كيلو تاع كاوكاو، شوفوا البلاطو هذا تاع 40 على 30 سنتيمتر ديروا كيلو تاع كاوكاو بالتمام والكمال، حمصي ورحيه يكون شويه رقيق. من بعد درت كاس غير ربع تاع وليد هذاك تاع سكر ناعم، ودرت قرصه نتاع ملح، يعني قرصه صغيره تاع ملح باش ما يجينيش مسوس. من بعد ذوبت شويه تاع مارغرين، هنا كما راكم تشوفوا المارغرين تاع لابيل نخدم بها، ودرت المزهر. خلطت هذوك السكر مع داك الملح واللوز هذاك والجوز. انت قلنا تقدري ديري كيلو تاع كاوكاو، انا هنا اللي طلبت مني البقلاوه هي اللي بغاتها بالجوز واللوز. من بعد واش راح ندير حوالي 3 مغارف نتاع مارغرين ذايبه. انا هنا للعلم المارغرين انا درت مارغرين مع الزيت، يعني المارغرين وخلطت معاها شويه تاع زيت. من بعد نبدا ندير مزهر. شوفوا المزهر هنايا انا درت تقيس فنجان تاع مزهر، يعني الحشوه تاعك ما تجيش طريه وما تجيش ناشفه، يعني تجي شويه حكمه روحها كي تضميها هكا في يدك. دوك نعت لكم هنا خلطيها غير بصباعك كما راك تشوفي لهنا، غير بصباعك شويه فقط. من بعد كي تشوفي تضميها هكا شويه شوفوا كيف تتلم معاك، تتلم بصح كي تقيسيها تتفتت. نجبدوها بجنب ونروحوا مع بعض نشوفوا العجينه تاعنا. واش راح نديروا هنا؟ جبت هذا الفنجال ولا الكاس تاع لاتاي، الفنجال هذا والكاس تاع لاتاي راهو يهز قيس يعني يهزوا نفس القيس. درت الفنجال الاول تاع المزهر، الفنجان الثاني تاع مزهر، الفنجان الثاني هنايا درنا راني درت زيت ومارغرين. شوفوا هنايا زوج فناجل تاع مارغرين ذايبه مخلطه بزيت، يعني تقدري ديري فنجال تاع زيت وفنجال تاع مارغرين. من بعد درت البيضه الاولى ودرت البيضه الثانيه، وهنا دارنا يعني درتها في دارنا ما عندهمش مغارف هذوك صغار تاع القهوه. درت قيس زوج مغارف صغار ممسوحين تاع ملح، يعني هذيك المغرف اللي نحركوا بها القهوه ديريها هكا عمريها وحركيها شويه تجي ممسوحه ما تجيش معمره تاع ملح. وخلطتهم كامله، مش تضطري تستعملي لا باتور لا حتى حاجه، يعني غير شوكه هذيك هكا فرشيطه ولا الفوي. من بعد نبداو نزيدو الفرينه. شوفوا المغرف راني نعمرها بومبي، يعني نهز نعمر 3 4 5 6. شوفوا هنا نحسب لكم انا لهنا وانتم حسبوا. 6 مغارف الاولين زدت لهم كيس تاع خميره تاع وزن 10 غرام، الكيس تاع الخميره هذا يوزن 10 غرام. من بعد خلطتهم بالفوي، قلت لكم غير بدا يتلم معايا هذاك العجين نبداو نزيدوا الفرينه. من بعد نخلط بيدي، قلنا 5 تبالي ولا 6، المهم احسبوا معايا 7 8 9 10. وراهي مغرف بومبي 11 بديت نلم فيها. هنا قلت لكم راني انا ما فنخدم يعني عيني ميزاني، وشنو حبيت نخدم بالمغرف لانه كاين اللي قالوا لي اعطينا بالقيس هكا باش نقدروا نخدموا. 11 12 هذه 13. من بعد نبداو نلمو، وقلت كل نوعيه فرينه انا خدمت هنا تبان لي بسيم. 12 مازالت شويه طريه العجينه. من بعد راح نزيد لها مغرف، انا هنا نزيد غير بشويه خفت الفرينه تتشرب، ونبدا يعني نزيد العجينه. لقيتها مازالت شويه طريه زدت لها المغرف هذه نظن 13. دوك نكتبهم لكم لهنا يعني عدد المغارف تاع الفرينه ولا نكتبهم هنا. بعد ندخل فيها اليد. شوفي عجنتها حوالي 30 ثانيه الى دقيقه ما كانش، يعني غير ما قسمه تلم روحها فقط. ديريها في كيس بلاستيكي وحطيها في ريسيبيون تاعك. شوفوا هنايا العجينه تاعك ما هي طريه ما هي ناشفه. من بعد درتها قلنا في كيس بلاستيكي، خيطها قيس واحد 10 دقائق. هم المفروض انك تخدمي العجينه هي الاولى ومن بعد تخدمي الحشوه. كي تخدمي الحشوه مباشره ترجعي العجينه تلقاها ارتاحت شويه. واش راح ندير؟ راح نجبد العجينه تاعي هذه نقسمها على زوج. هنا كي تلقاها يعني ارتاحت ما تزيدش تلوزيها، غير قسميها برك وحطيها هكاك بعد وفتحيها. درت لها شويه تاع نشا وفتحتها، يعني فتحتها على البوطاجي. ومن بعد واش درت؟ درت فوقها شويه تاع نشا باش من بعد نقسمها ونورقها. شوفوا هنا للاسف ما عنديش الرينغ لايت تاعي، ما كاش فاش نحطها، يعني تليفون عليها راني حاطه هزته بيدي ونخدم بيد ونصور بيد. قسمتها في المنتصف ومن بعد زدت قسمت زوج اطراف
كيما راكم تشوفوا. يعني طريقه سهله هذه درتها لكم مرتين في القناه. من بعد واش راح ندير، راح نزيد نحط نشا ونبدا نورق. هنا كل طبقه طبقيها تحطي عليها شويه تاع نشا. والطريقه هذه باذن الله نخدم بها القريوش، نخدم بها يعني اي حاجه تحتاج اني نورق بها راح نخدم بالطريقه هذه، لانه اسهل منها ما كانش. هذه الطريقه هذه راح تخرج لك عجينه كيما عجينه الفيلو، يعني ارق من عجينه الفيلو، ويكون عندها طعم يعني احسن من هذيك تاع برا. شوفوا قلنا كل طبقه ندير بيناتهم نشا، ونبدا نطوي ونحط نشا. النشا هو اللي راح يساعدنا في التوريق. وقلت لكم العجينه ما تكونش طريه بزاف، لانه اذا كانت جايه طريه بزاف ماهيش راح تتورق لك، وكي تعود ناشفه من بعد كي ديري لها نشا ما تفتحش معاك، يعني تكون نقولوا حنايا ماتي ما هي طريه بزاف ما هي ناشفه. قلنا هذه هنا اخر طبقه نحط عليها نشا، ونزيد نحط يعني نغلفها بالطبقه الاخيره. خلاص هنا واش راح ندير، راح نرجعها في الكيس البلاستيكي، ونزيد نجبد العجينه الثانيه اللي راح نفتحها بنفس الطريقه. هنا تقدري تستعملي البلاستيك الغذائي، انا يعني كنت مزروبه شويه. واش ندير، راح نفتحها ندير لها نشا ونقسمها على 3 من كل جانب، نبدا نطوي ونحط نشا، نطوي ونحط نشا حتى نكمل العجينه تاعي كامله. مباشرة ملي تكمليها واش نديرو، رجعيها في كيس بلاستيكي ونبدو نخدمو بالعجينة الأولى. هنا راني هزيت العجينة الأولى جبدتها، راح نفتحها، والعجينة الثانية رجعتها في الكيس بلاستيكي. كي تفتحي العجينة شوفي تحصلي على عجينة مورقة، قلت لكم تخرج كيما عجينة الفيلو. شوفي نهزو البلاطو نحطوه فوقها، نخليو قيس 2 صباع ولا 2 سنتيم في الحواف. من بعد نطلي البلاطو تاعي بشوية تاع سمن باش تلصق لي العجينة فقط، ونهزها ونجيب سكين ونبدا نحي هذوك الزوائد. هنا حاولي انك قلنا تخلي غير قيس 2 صباع فقط بالجوانب باش ما تنحيش بزاف لي شيت. شوفوا انا ما نحيتش خلاص لي شيت، يعني جات قيس. من بعد اضغطي عليها فقط هنا بصباعك. ومن بعد واش راح نديرو هنا، خلاص يعني كي كملت راح نثقبها، راني نسيت نقول لكم بلي ثقبتها بالفرشيطه. من بعد واش راح نجيب هذيك الحشوه تاعي اللي كنت خليتها تقريبا ربع ساعه ما بين ما خدمت العجينه تاعي، ونديرها في البلاطو. هنا قلنا المكسرات انا ما حبيتش ندير بزاف لانه شويه غاليين، درت رطل تاع لوز ونص رطل نتاع جوز. انت تقدري تعوضي حتى بكيلو تاع كاوكاو، يعني هنايا البلاطو هذا راه يهز كيلو تاع كاوكاو. اذا عندك يعني الجوز واللوز تقدري ديري رطل جوز ورطل لوز. من بعد واش راح ندير، راح نحاول اني يعني نسوي السطح تاعي غير بصباعي، ما تضغطيش عليها، غير هكا يعني ضغطه خفيفه فقط. من بعد رحت العجينه الثانيه فتحتها قيس البلاطو وزيدي لها قيس 1 سنتيم فقط. 1 سنتيم هذاك راح نديرو به، راح نضغطوه في الحواف. بعد ما فتحتها وليت حطيتها فوق البلاطو. وشوفي واش راح ديري، شفتي الحواف هذوك قبل ما تلوحي العجينه تاعك الاولى، قيسي يدك في الماء وطلي هذوك الحواف كامل يعني بصباعك ولا بالبانسو ولا. من بعد اضغطي عليها، غير تضغطي عليها راح تضم لك بالطريقه هذه. من بعد نجيبو سكين. شوفوا هنا واش راح ندير، انا راح نطراسيها يعني الساع باش نشوف قداش يعني طبقه راح دير لي. شوفوا اسفه قداش نطريق راح دير لي. من بعد نقصوها، قصيتها بالسكين، قصي العجينه الفوقانيه فقط، ما تقصيش العجينه اللي تحت، يعني ما تلحقيش لتحت. خلاص واش راح ندير، حبيت تقصيها يعني مقرودات ولا تقصيها كاري، يعني هذه طريقه القص اللي كنتي يعني كيما حبيتي تقصيها قصيها. شوفوا انا واش راح ندير طرق في زوج، راح نقصها على شكل مقروده كيما راكم تشوفوا لهنا. من بعد كي نكمل راح نزيد نقص سطر ثاني، يعني شكل مربعات. حبيتي ديريها مثلث، حبيتي تشري هذاك الطابع اللي يقصوا به كيما تحبي، يعني انا نخدم عيني ميزاني. الطريقه هذه عجبتني لانها تخرج لي 2 اشكال، وفي نفس الوقت يعني راح نعطيكم طريقه كيما حبيتوا تقصوها كاري ولا يعني في زوج راح يخرج لكم نفس العدد. كملت قصيتها بالطريقه هذه، يعني درت سطر يجي كاري وسطر يجي على شكل مقروده، يعني كيما الحبه تاع البقلاوه اللي ما فين يعني نديروها من قبل. بعد ما خلصت خلاص هنا حبيتي تحكمي حبه تاع اللوز تغطسيها فيها، ولا حبيتي ديري لها تخليها كيما راهي تتورق يعني كيما راهي. عندي شويه تاع مارغرين اللي كانت قلت لكم خلطت معها شويه تاع زيت، ذوبتها قيس كاس تاع 220 مليلتر غير اصبع. انني نخدم عيني ميزاني بس على بالي باللي هاد الكيله هذه تهز لك كاس غير ربع، مش غير اصبع هكا، يعني تكيلي الكاس ديري 2 مغارف كبار تاع مارغرين وتزيدي تكمليها بالزيت، ذوبيها شويه تكمليها بالزيت وتحطيها فوق العجينه. هذا مارغرين هذه مع الزيت هي اللي راح تساعدك في التوريق. شعلت الكوشه من تحت، طلعت البلاطو تاعي الفوق، خليتها طابت على درجه متوسطه يعني ماهيش 180 درجه. كي طابت لي من تحت شفت الحواف حمارو، وليت حاولت هبطتها لتحت وزدت شعلت الكوشه وطيبتها حتى انحمرت كامله.
هنا دارنا ما عندهمش الكوشه، يعني عندهم الفور شويه ما يطيبش مليح كيما الكوشه، ولكن يعني عطاتني يعني احمرار يعني نقولوا مليح. شوفوا طريقه تاع التوريق، يعني كل ورقه وحدها. من بعد رحت يعني انا ما شريتش العسل اللي خدمته، درت كيلو تاع سكر وراه موجود في القناه، وراح نزيد نعاود لكم. كيلو سكر، نص لتر تاع ماء، نص حبه تاع قارص، حطيتهم يغليو على النار. هما غلاو وانا زيرت على الكاكوطه ونقصت النار اقل 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 من قليله، وعطيتها ساعه بالتمام والكمال. ساعه قد على نار قليله. كي طابت هذيك العسل تاعي خليته بات ليله كامله حتى نبرد. كي برد شوفوا كفاجه تقول مشري. اللي حبت الذوق تاع عسل المرجان زيد له مغرف ولا زوج تاع عسل المرجان، وقلنا كي يكون سخون تحطوه يبرد. يعني اللي حبت العسل تاع الدار تخليه كيما راه. انا هنا دات معايا كيلو نتاع عسل، بقالي منه قيس فنجان. من بعد نعته لكم اللي درت فيه المكسرات، يقعد لك قيس فنجان تاع عسل فقط. من بعد واش درت، خليتها حوالي 3 سوايع ولا ساعتين في الفور الداخل حتى نشربت مليح هذاك العسل، وتقدري تخليها ليله كامله. من بعد هاو العسل اللي قعد لي قلت لكم حوالي فنجان، جبت قيس مغرف كبيره حطيتها على النار، غلات حوالي 30 ولا 20 ثانيه باش يختار شويه ونلصق به المكسرات. اما هذاك الفنجان اللي قعد قلت لكم زدت فيه هذيك الجوز. هذاك الجوز قسمته على زوج، يعني ما درتش حبه كامله، ودرتها في العسل باش ما تجي تبري شويه. من بعد وليت لحتها في الصفايه، يعني صفيتها ها الصفايه هذه اللي هنا، ودرت اللوز هو الاول. شوفوا واش ندير انا هنا، ما زدتوش من العسل حطيته، جبت هذاك العسل اللي كنت خثرته شويه، نهز هذيك الحبه تاع اللوز ونلصقها فوق البقلاوه تاعي، فوق الحبه تاع البقلاوه، ونزيد نهز هذيك النص حبه تاع الجوز هذيك ونديرها. هنا تزيين اختياري، تقدري ديري هذاك البيتيلا تاع الورد، تقدري ديري شويه تاع هذاك بيستاش ولا بيستاش فوق، يعني اي حاجه تقدري تزيني بها. انا كي عدرتها لداخل بالجوز واللوز، زدت زينتها من فوق بالجوز واللوز. من بعد جبت هاد لي كيسات هذو، وجبت هاد الدونتيل هذا اللي جاي في البلاستيك، وحاولت اني نعمر البقلاوه تاعي. شوفوا كيفاش جات مورقه، يعني جات هايله وجات تقرمش وتقعد معك فتره طويله. بالنسبه للمكسرات شوفوا كيف راهم حاكمين رواحهم، خاصه اللي قالوا العسل شويه خاطر، والمكسرات كانوا مرحيين شويه رقاق. كيما شفتوا الجوز راه رقيق، يعني كي رحاه رقيق. بعدها ما عمرتها نروح نشوفها في طبقات تقديم. هذه هي البقلاوة تاعنا اللي كانت معنا لنهار اليوم، بقلاوة ولا أروع. يعني صراحة هذه الطريقة هذه حنعتمد عليها في كل وصفاتي تاع البقلاوة ولا القريوش. شوفوا كيفاش جات مورقة، يعني تقول عجينة فيلو، يعني مخدومة في الدار، طريقة بسيطة، مكونات سهلة بزاف بزاف. آسفة، يعني الطريقة سهلة بزاف بزاف ومكونات تاعها بسيطة. كما قلت لكم تقدروا تعوضوا الجوز واللوز، تعوضوا بالكيلو تاع الكاوكاو. أنا يعني مولاتها هي اللي حبت الجوز واللوز. شوفوا كيفاه جات تفتت الروحة وكل ورقة وحدها. الطريقة هذه يعني صراحة اللي راح تبارطاجيها لها وتخدم بها راح تدعي لك ليل ونهار. نتمنى الفيديو تاع اليوم ينال إعجابكم، يعني ما تنسونيش بلايك للفيديو وبارطاجوا الوصفة هذه مع أحبابكم والناس اللي عندهم مناسبات. ونلتقي في وصفة قادمة إن شاء الله. لنا عودة في فيديو آخر. الفيديو راح يكون أيضا قنبلة وأروع من هذا. السلام عليكم.